استيراد المواشي تحسبا لعيد الأضحى كإجراء استباقي لمواجهة أي غلاء قد تشهده الأسعار عكس السنوات الماضية ولضمان تغطية السوق الوطنية. بطلب رسمي أمام السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد يوسف شرفة من أجل استيراد المواشي لعيد الأضحى 2024، على الأقل استيراد 1,000,000 رأس ماشية. استيراد الأضاحي واحد من الحلول الكفيلة لسد النقص المسجل في الثروة الحيوانية، ما من شأن خلق توازن وضمان أسعار في متناول الباحثين عن اقتناء أضحية العيد حسب أهل الاختصاص. يكون توازن والسعر معقول، هذا كله يخمم على المواطن الجزائري. هذه الدولة اليوم صاهرة على الأمر هذا، لكن احنا اليوم الثروة تاعنا واجدة، ما نقدرش نقول لك بالكافي 100%، ولكن ربما فيها نقص، والسبب هو قلت لك هو الجفاف والغلاء تاع المواد العلفية. تغطية السوق الوطنية عبر استيراد المواشي بكمية مناسبة كفيل بضمان وفرة العرض ومنه استقرار الأسعار وتجنب تفادي تكرار سيناريوهات السنوات السابقة التي شهدت ارتفاعا جنونيا مع اقتراب المناسبة الدينية، وهو ما أرهق المستهلك البسيط.